سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. مربى التين من ألذ وأجمل أنواع المربى، وبما إننا في موسم التين كان لازم نستغله ونعمل منه أحلى مربى التين. شايفين التين بتاعنا يكون كده الوحدات بتاعته سليمة، وتكون كده اللون بتاعها أحمر زي ما انتوا شايفين معنا في الفيديو، علشان ما تغيرش معانا طعم المربى. نسمي بقى الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. ناخد بقى كده وحدات التين ونقطع العنق بتاعها من تحت ونقسمها كده لأربع قطع، او لو عايزة مثلا تفضلي تقطعيها قطع متساوية براحتك خالص يا ست الكل. انا نسيت اقول لكم ان طبعا التين بتاعنا مغسول بس مش منقوع، يعني نغسله الواحدة بوحدتها كده علشان ما يتهريش مننا، لان التين بطبيعته حساس. بعد كده نقطع بقى التين بتاعنا لأربع قطع أو مكعبات كده صغيرة، قطع صغيرة. شايفين كده اللون بتاعه أحمر وفريش ازاي؟ تحاولي كده تجيبي التين اللي هو لونه أحمر، وتكون الواحدة بتاعته مقفولة ومحتفظة كده بنفسها، ما تكونش معاكي مهرية أو تكون كده خسرانة، علشان ما تغيرش معانا طعم المربى، كمان علشان تقعد معاكي أطول وقت ممكن. شايفين كده التيم بتاعنا كله، اللهم بارك. انا هنا بقول لكم في ناس بتحب تقشر التين، هنجيب بقى كده التينية ونقطع العنق بتاعها من تحت ونقشر كده القشرة بتاعتها زي ما انتوا شايفين. وبرضو بعد ما قشرناها شايفين التينية محتفظة بنفسها ازاي؟ نقطعها برضو كده أربع قطع أو مكعبات صغيرة. اللهم صل على النبي. بعد كده بقى خلاص قطعنا كده التيم بتاعنا، نحط بقى كده المقدار السكر بتاعنا. وعايزة اقولك لكل كيلو تين عليه 300 جرام من السكر، ده المقدار المظبوط. بس احنا بنفضل او طريقتي يعني على طول في المربات احط انا ربع كيلو سكر، اللي هو مقدار المج بتاع الشاي العادي. حطيت كده مقدار السكر على التين، بعد كده قلبته وبعدين دخلته التلاجة للوقت اللي انا هعمل فيه المربى، ممكن من ساعتين 3 4 لحد 5 ساعات، وممكن تبيتيه ليلة كاملة في التلاجة. كده طلعنا التين من التلاجة، لقيناه كده منزل المية بتاعته على حلة بقى على النار. في حلة على النار بقى هنضيف كده التين بقى بالسكر بتاعه كله اللي كان في الطبق، علشان كله من مقدار المربى. الاول على نار عالية، بعد كده اول ما يغلي نخلي كده النار متوسطة. في الوقت ده ممكن تضيفي انت النكهات اللي بتفضليها، زي القرنفل، زي عيدان القرفة. انا هنا بصراحة ما بحبش القرنفل الا مع مربة البلح، وكان مش بحب برضو القرفة في المربات. ممكن تضيفي فانيليا. هنا بقى لما المربى بتاعتنا بدأت تغلي، طبعا طلعت كده الرغاوي او الريم، نحاول كده ناخده كده بالمعلقة، علشان برضو الريم منسبوش في المربى، بيعمل برضو على تلف المربى، وكمان نحافظ عليها أطول وقت ممكن. بعد كده طبعا كده بالفرشة نبلها كده مية ونمسح كده جوانب الحلة، علشان المربى ما تسكرش مننا والعسل يطلع كده على طروف الحلة. برضو معانا الريم بتاعنا، بس بقى خلاص بقى البذر بتاع المربى بدأ يطلع على الوجه. نحاول برضو نشيله، بس مش هنعرف نشيله كله، لو حابة تشيليه كله براحتك خالص. انا طبعا مش بحب اشيله كله، لانه برضو بيديلها برضو نكهة كويسة، وكمان بتبقى زي الجاهزة بالظبط. يعني بحاول اشيل على قد ما اقدر زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص المربى بتاعتنا دخلت في السوا. هنجيب بقى كده نص ليمونة وننزل بيها كده على المربى بتاعتنا. ممكن تضيفي ملح ليمون، انا هضيف بس عصير نص ليمونة، وعشان لسه هضيف برضو نطرة كده من ملح الليمون علشان تبقى زي الجاهزة بالظبط. الاول كده نزلت اهوت بعصرة نص ليمونة ونقلبها كده تقليبة. بعد كده بقى شايفين
لقيناها عقدت بقى كده معانا ونزلت كل العسل بتاعها، وطبعا اللون بتاعها اتغير وغمقت كده مننا المربى. يعني ده خلاص المربى كده استوت، بقت كده في عملية التسوية الكاملة. كده المربى استوت مننا تسوية كاملة زي ما انتوا شايفين. عايزة تسيبيها قطع براحتك خالص، عايزة تضربيها نص ضربة ممكن بهرسة البطاطس. انا هنا ضربتها بالمضرب بالهاند بلندر، علشان برضو حابة تكون فيها قطع، علشان زوجي بيحب كده قطع المربى باينة فيها. ضربتها كده يعني ايه نص ضرب او 3/4 ضرب زي ما انتوا شايفين معانا. بس بعد ما طفيت النار عليها خلاص كده نضيف بقى كده نطرة من ملح الليمون. بعد كده هديت النار وقلبت كده تقليبة بعد ما وضعت كده او بعد ما ضفت نطرة ملح الليمون علشان تدينا اللمعة بتاعت الجاهزة وكمان التلزيقة بتاعتها. احنا عارفين ان المربات بتبقى كده بتدي كده تلزيقة، وديت الطريقة الصحيحة بتاعتها. وشايفين اللمعة بتاعتها، كل ده من نطرة ملح الليمون. انت ممكن تستغني عن عصير نص الليمونة وتضيفي ايه نص معلقة ملح ليمون، وكمان بيساعد على الاحتفاظ بيها لفترة أكبر من عصير الليمون حتى لو كانت برا التلاجة. بس أهم حاجة برضو اللي احنا ندخلها التلاجة لأن الجو حر يعني، وبصراحة الحاجة برضو حرام يعني تخسر مننا. أنا أي حاجة بحضرها، أي حاجة أكل عصير أي حاجة ضروري اللي أنا أحتفظ بيه في التلاجة. شفتوا بقى قوام المربى بتاعنا؟ القوام بتاعها ممتاز، والتسوية بتاعتنا 10/10، واللون بتاعنا تحفة زي الجاهزة بالظبط. وشفتوا كده اللمعة اللي فيها؟ هنا بقى كانت الإضاءة اتغيرت معانا، النور الأبيض طبعا بيغير الإضاءة. بنعمل بقى كده سندوتشات من المربى، شايفين كده جمالها وحلاوتها، حاجة اللهم بارك. يعني بألف هنا وشفا على قلب كل اللي شاف وكل اللي هياكل. مربى التين بتاعتنا عملناها بطريقة جميلة وسهلة ومن غير أي افتكاسات، أي حد مبتدئ ممكن يعملها ومش هتاخد منه ولا وقت ولا مجهود. شايفين المربى وجمالها؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. عمايل ايديا وحياة عينيا، تسلم ايديا والله. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة؟ حاجة كده اللهم صل على النبي. وشايفين اللون بتاعها؟ حاجة كده تحفة. ولا الجاهزة والله يا بل أحلى من الجاهزة، ريحة وطعم وقوام 10/10. ودايما بنحب ناكل مع المربى زيتون وجبنة رومي، وطبعا الزيتون مقترن بالمربى أو مربى التين بالأخص، عشان ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيهم في القرآن الكريم: والتين والزيتون طور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم بالتين والزيتون لما فيهم من منافع كتيرة يعني للإنسان. والفيديو بتاعنا جميل جدا ويستحق التجربة. جربوا الوصفة المربى التين بطريقتي وإن شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. شايفين كده الجمال والحلاوة؟ وشايفين كمان لون المربى واللمعة بتاعتها أحلى من الجاهزة، والطعم ولا أروع. والله الطعم يخطف القلب، ريحة مالية الشقة ومالية المكان، والقوام مثالي و10/10، ومقدار السكر مظبوط وبالشعرة. حاجة كده اللهم بارك، وكمان مناسب ليا، أنا متعودة على مقدار السكر اللي أنا عملته اللي هو ربع كيلو، اللي هو مقدار مج الشاي العادي. هنا بقى عبيت كده مقدار المربى في البرطمان، والبرطمان ده كان نص كيلو. وطبعا معانا كمان في القارب الصغنن دوت، يعني شايفين من كيلو تين عملنا كمية محترمة جدا من المربى، وكمان طعم وريحة وقوام أحلى من الجاهزة. جربوها يا حبايبي بطريقتي وإن شاء الله الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. والفيديو بتاعنا خطوات منظمة ومرتبة عن كون وصفة ومقادير. امشي مع الفيديو وتابع الخطوات وإن شاء الله تنجح معاكي من أول مرة. نشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.